I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? هلا حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كله بخير. صباح الخير عليكم اللي تشوفوني هسه. طبعا انا صورت الفجر والحمد لله شغلت اكيد قران، لانه حتى الله يبارك بطريقنا من نروح ونوصل بالسلامه. هسه طلعنا احنا من المجمع مالتنا، واول مره طبعا ناخذ 3 جنط، دائما جنطين والحقيبه اللي نخليها على الظهر فقط، البنات يشيلوها. بس هالمره ويانا البنوته الصغيره فعربه اكيد وجنطه كامله، وتعرفون انتم بعد. واخذنا تاكسي اوبر حتى تكفينا، لانه التاكسي الصغيره ما تكفي، لا احنا كامل ولا العربه ولا الجنط. المهم هاي وياكم بنوتي حلوه مايا تصور وفرحانات انه راح يرحن وين؟ راح يرحن للعراق واخيرا، لانه نصف السنه وعندنا اساسا احنا بعد نصف السنه، يعني بعد ما يبدا الدوام عندنا تقريبا اسبوع كامل صيانه للمدرسه، يعني انطونا اياها لي قدام. فالف الحمد لله كلش الحمد لله. هنا وصلنا للمطار والشوارع كلش حلوه، وكان الجو بيومها الصبح الحمد لله مو كلش بارد، فكلش متحمسين هواي انه راح نروح نسافر ونشوف اهلنا، كلش مشتاقين لهم. طبعا وصلنا للمطار، وهاي همينة مايا شايلة جنطة خطية، وهاي ماريا طبعا اللي دا تصوركم او تصور لكم عفوا. شوف المطار يجنن ما شاء الله، اللهم صل على محمد وعلى بيت محمد. بكلش هواية ناس سياح من كل العالم، شفت عراقيين كلش هواية. هاي اكيد طبعا هذا الشيء ما يخلى. وهنا دنبع نشوف رحلتنا يا رقم وين يا بوابة، وصورنا كل اللي نقدر عليه، يعني من جمال، يعني ما شاء الله فد نظام حلو، فد اشياء كلش حلوه. هنا اللي عنده عائله يدخل منها البوابه هذه اللي على مود تسهيل الامر، حتى ماكو يعني خوسه ويا السروات الطويله وكذا. هنا نطينا الجنط مالتنا ونسلمنا الجنط كلش هذه يعني ارتاحنا، لانه ثقل يعتبر، وبنفس الوقت يعني تقيد، لانه شخص مو واحده 2 أو 3، يعني عائله ما شاء الله. وبالذات الطفل الحمد لله صح وياي طفله، بس ما لاقت هيك الصعوبه اللي القويه خلينا نقول. بس بالطائره اول ما صار الاقلاع، بس بالطائره من قلت لكم انه من صعدنا بالاقلاع هي خطيه بكت، يعني ضاقت انه تريد تتحرك او شيء. تعرفوا الطفل اصلا طبيعته هو حرك، فوراها لا عادي والله بعد سكتت، يعني لانه نامت وما يصير انه انا ابقيها نايمه بالاقلاع. وعند الهبوط هم لازم انطيها الممه على مود اذنها لا تنسل، تعرفون هالشيء هذا. فهنا ايش قد حلو الاجواء، كلش حلوه. المطار يجنن فعلا تحفه، كلش حلو حبيته. هاي طبعا مو اول مره نسافر، يعني الحمد لله دائما رايحين راجعين، بس كل ما اشوفه انبهر بيه كانه اني اول مره مسافره. بس فرحانه كلش انه حنشوف ان شاء الله اهلنا، ونشوف العراق ونشوف الاجواء، وناكل قمر العرب وكل شيء والسمك المسقوق باذن الله ان شاء الله. نسبة مساحة المطار 76 مليون متر مربع تبلغ مساحة المبنى هذا، ويعتبر هو أكبر مطار بالعالم على المساحة اللي موجودة به. فتشوفوه كلش حلو. هنا اجينا ناكل وجبة
وجبة الغداء تعتبر، لأنه طلعنا ريوق سريع ما أكلنا، يعني خلينا نقول لفات مال جبن شي سريع ومن البيت، لأنه ما نلحق تعرفون لازم قبل الرحلة 3 ساعات ساعتين إحنا نتواجد بالمطار. فأكلنا وكملنا الحمد لله. شوية صحصحنا البنات بدأوا ينعسون لأن الرحلة طويلة تعتبر بالنسبة لهم، مو بين اسطنبول وبين العراق لا، لأن هي كلها ساعتين و48 دقيقة 47 دقيقة بالضبط، ويا الهبوط 3 ساعات، يعني ويا ما نوصل بإذن الله للمطار من اسطنبول إلى العراق. بس أقصد الانتظار في مطار اسطنبول طول كلش هواية. وهنا سلمنا الجنط الحمد لله، وحاليا احنا في ممر السعادة ممر السعادة، ورايحين ان شاء الله راح نركب الطائرة اللي هي خطوط الجوية العراقية. وهنا اجتنا الوجبة لحم ودجاج، فاللي يريد يختار لحم او يختار دجاج. احنا دائما نختار اللحم، بس صدف هالمرة على حظ ابو ماريا اختار دجاج. وليش؟ لانه الدجاج بفلفل حار طعمه شوية يعني ما ينطف وهو ما ياكل الاكل الحار، وانا اختارت اللحم الحمد لله فرصتي حلوة. وكانت العراق الف الحمد لله والشكر، الحمد لله على سلامتنا بجيتنا، ألف الحمد لله والشكر. وهسه حناخذ الجنط أكيد نستلمها، وراح نروح ناخذ تاكسي المميز من بارك المطار. طبعا البارك كلش هوسة هواية ناس جايين كلش هواية، وما أعرف إيش قد السعر الصراحة، يعني بالنسبة لنا أعرف إيش قد السعر، بس أقصد حسب كل منطقة السعر إيش قد ياخذون سعر التاكسي ويوصلهم. بس يعني خدمة كلش حلوة، يعني ما يمشي خلينا نقول بسرعة أو شي، فحبيت أقولكم إنه حتى تصير عندكم خلينا نقول معرفة أو شيء أكثر، اللي مرة نبي نعطيكم إياه حتى تستفادون من عنده. هنا طبعا وصلنا للبيت الحنينة والحبيبة الصوبة، وهاي الدولمة خالتي ربي يحفظها أم زوجي مسويتها خطية، والبرياني والسمك المسقوف هم جايبيه، بس كل هاي شو احنا نقول خليتها بسرعة لأنه كلهم جوعانين خطية. وهنا أهلي جو ثاني يوم الصبح جابوا الريوق القمر العراقي والبورق والعجبان وكله بخير من الله. وهنا أنا أختصر لكم إياها بسرعة رحنا للمنصور بالليل ورحنا على قص الآغا، لأنه كلش القص مالته طيب وكنا مشتاقين له ومشتاقين للأكلات العراقية. القص عندهم والله طيب، والناس ما شاء الله كلش هواية طالعين، وحبيت يعني المكان وحبينا الجولة، ورغم احنا تعبانين بس حبينا نطلع يعني نغير جو ونشوف بغداد شنو بالليل. هنا سويت صينية في النبي زكريا عليه السلام، ويا رب ينطينا مرادنا مرادكم، ومجربين احنا طبعا كل سنة، ودائما نقول يا زكريا عودي علي كل سنة وكل عام ننصف صينية.